انت متخيل ان دماغك دي اعظم جهاز موجود عندك شغاله بنسبه 10% بس؟ يعني كانك بالظبط شاري ايفون 16 برو ماكس ومشغله كشاف. في سنة 1905 ويليام جيمس اللي بيتقال عليه أبو علم النفس الحديث كتب جملة قلبت الدنيا. قال لك إيه بقى؟ الإنسان بيستعمل 10% بس من قدراته العقلية. تخيل معايا بقى إن جملة الراجل ده اتسرسبت لحد النهارده لدرجه انها بقت شعار في كورسات التنميه البشريه والناس مصدقاها. الجمله دي بقت ترند عالمي، تلاقيها في افلام زي ليميتلس، كورسات التنميه البشريه زي ما قلنا، حتى ممكن تلاقي واحد صاحبك شيرها وهو فاكر نفسه اكتشف سر. بس المفاجاه بقى ويليام جيمس نفسه ما كانش يقصدها بالمعنى الحرفي ده. الراجل كان قصده ان الجزء اللي في دماغنا اللي احنا واعيين بيه لا يتعدى ال 10%، وباقي 90% شغال، بس شغال ورا الكواليس في حاجه اسمها العقل الباطن. يعني وانت قاعد قدامي دلوقتي بتسمعني، قلبك بيدق من غير اذنك، معدتك بتهضم، ذكرياتك بتتخزن، كل ده شغال ورا الكواليس. الاخطر من كده اختياراتك ومشاعرك وحتى الناس اللي انت بتحبهم، العقل اللاواعي عندك ليه فيها كلمه. السؤال الكبير بقى، هل انت فعلا اللي سايق حياتك ولا انت مجرد راكب والعقل الباطن هو اللي ماسك الدركسيون؟ طيب خلينا نوضح الاول هو العقل الباطن ده. ببساطه هو الجزء اللي شغال من دماغك من غير ما تحس. العالم الكبير سيجموند فرويد ابو التحليل النفسي كان اول واحد في بدايه القرن العشرين يتكلم عنه بجديه. فرويد قال ايه بقى؟ اللاواعي هو المخزون الحقيقي لرغباتنا ودوافعنا وذكرياتنا اللي ساعات ما بنقدرش نواجهها. يعني مثلا انت دلوقتي ماشي في الشارع، شميت ريحه اكله معينه، فجاه افتكرت ذكريات الطفوله عند بيت جدتك. ايه اللي حصل هنا؟ العقل الباطن هو اللي ربط الريحه دي بالذكرى بتاعتك ورماها لك على الواجهه بتاعتك او رماها لك في وشك. وكمان كتير من اختياراتك اللي انت فاكر انك قعدت تفكر فيها، اللاواعي كان مكررها من ورا ظهرك. والعلم الحديث كمان دعم الكلام ده. في سنه 2008 في جامعه لايبزيج في المانيا عملوا تجربه غريبه جدا. جابوا مجموعه متطوعين قعدوهم قدام شاشه، المطلوب منهم حاجه بسيطه، في زرار على اليمين وزرار على الشمال، المطلوب منهم يدوسوا لا اما على الزرار ده لا اما على الزرار ده براحتهم من غير اي شروط. المتطوع قاعد بيفكر، طب ادوس يمين ولا ادوس شمال؟ طب استنى شويه افكر، طب هو الزرار اليمين ده فيه ايه والزرار الشمال ده فيه ايه؟ لكن المفاجأة الكبيرة بقى جت من جهاز الاف ام ار اي اللي كان بيراقب نشاط الدماغ لحظة بلحظة. الجهاز سجل ان دماغ الشخص اللي خد القرار قبل ما الشخص نفسه يحس ان هو خد القرار. يعني عقله اللاواعي خد القرار قبل ما الشخص يحس او يقرر هيدوس على انه زرار. والقرار ده ما اتاخدش قبلها بثانية او ثانيتين، لا ده اتاخد قبلها ب7 ثواني كاملة. يعني وانت يا باشا قاعد فاكر نفسك بتفكر وبتقرر، العقل الباطن كان مجهز القرار ورماهولك على طبق وانت بس نفذت. تخيلها كده، كأن اللاواعي عندك هو الطباخ اللي جهز الاكله كلها، وبعدين دخل العقل الواعي رش شويه ملح في الاخر وقال شايفين انا اللي عملت الاكل ده. فالعقل الباطن مش حاجه صغيره خالص، ده هو اللي شغال 24 ساعه في الخلفيه عندك من غير ما يطلب منك اذن انه يشتغل. لا وكمان مش بس بياخد قرارات، ده ساعات كمان بيتحكم في جسمك. تعال اقول لك على تجربه غريبه جدا. سنه 96 عالم النفس جون بارج في جامعه نيويورك عمل تجربه انتشرت باسم فلوريدا افكت. جاب مجموعه طلبه واداهم لغز بسيط يرتبوا شويه كلمات ويعملوا بيها جمل. المجموعه الاولى الكلمات اللي كانت عندها عاديه جدا، المجموعه الثانيه الكلمات اللي كانت عندها كان فيها ايحاءات عن الشيخوخه زي كلمه فلوريدا او عجوز، مسن، مش قادر يمشي. الطلبه خلصوا ومشيوا، الباحثين طلعوا مشوا وراهم في الممر، لقوا ان الناس اللي تعرضوا لكلمات الشيخوخه مشيهم بقى ابطأ فعلا. يعني مجرد كلمه شافوها دخلت للعقل الباطن وبرمجت جسمهم من غير ما يحسوا. والتجربه دي بقت ايقونه في علم النفس الاجتماعي، بيستخدموها كمثال لحاجه اسمها البريمنج افكت او التاثير التمهيدي. يعني اشاره صغيره تخش جوه دماغك تزرع بذره وبعد دقيقه تلاقي نفسك بتتصرف بطريقه مختلفه. الموضوع وصل ان بعض العلماء حاولوا يكرروا التجربه دي تاني والنتائج ما كانتش بنفس القوه، وده فتح جدل علمي في مجال علم النفس كله. لكن رغم كده لحد النهارده تجربه فلوريدا افكت بتتذكر دايما كرمز لفكره ان اللاواعي مش بيتفرج، ده ماسك الريموت بتاعك وبيتحكم من ورا الكواليس. خليني اقول لك على 3 اسرار هتخليك تعيد التفكير في كل اللي تعرفه. اول حاجه، انت فاكر نفسك بتنسى بسهوله صح؟ لا يا معلم، في تجارب عملها عالم النفس اندل تولفينج وغيره كتير، لقوا ان المخ يقدر يخزن الاف الصور والتفاصيل وبيخزنها بسرعه جدا مجرد ما تعدي من قدامه، وبيقدر يميزها بعد اسابيع كمان. يعني اعلان لقيته قدام وشك لمده نص ثانيه ده اتخزن. الغريب بقى انك ما تقدرش توصل الحاجات دي بارادتك، كأن عندك هارد كبير مليان معلومات بس انت ما عندكش زرار سيرش ان انت تدور على المعلومه اللي انت عايزها. تاني سر، عارف لما تكون قاعد محتار في مشكله وتقول يا عم سيبها لبكره يمكن اصحى من النوم الاقي الحل؟ تخيل ان ده مش كسل، ده علم. اسمع القصه دي. سنه 1920 العالم اوتو لوي كان بيحاول يفهم ازاي الاعصاب بتتواصل مع بعض. قعد سنين مش لاقي حل، وفي ليله حلم انه بيعمل تجربه غريبه جدا على قلب ضفدع. صحي من النوم جري كتب التجربه اللي هو حلم بيها قبل ما تضيع من دماغه. تاني يوم عمل التجربه دي فعلا، والتجربه دي هي اللي فتحت باب علم النقلات العصبيه وكسب بسببها جائزه نوبل. يعني اللي كسب الجائزه مش دماغه الواعيه، ده عقله الباطن بعتها له في الحلم.
تالت سر، عقلك الواعي بيشتغل زي موظف بيروقراطي، خطوه ورا خطوه، معلومه على معلومه، ورقه على ورقه، موظف تماما. اللاواعي بقى لا، اللاواعي فنان مجنون بيلم افكار ملهاش اي علاقه ببعض وبيركبها ويطلع لك في الاخر فكره عبقريه. البرت اينشتاين نفسه كان بيقول ايه؟ الخيال اهم من المعرفه. ليه؟ علشان المعرفه بتوريك اللي موجود، لكن الخيال هو اللي بيشتغل من ورا الستاره، هو اللي بيخلق الجديد. والخيال ده بقى هو ملعب العقل الباطن. يعني باختصار، العقل الباطن هو المكتبه اللي ما بتخلص، العالم اللي بيشتغل وانت نايم، والفنان اللي بيركب الفوضى ويطلع لك منها ابداع. طيب يا عم تيتو، يعني هو احنا كده ما بنفكرش خالص ولا ايه؟ برضه احنا مش فاهمين. بص يا سيدي، العقل الباطن زيه زي ما يكون وحش نايم جواك، لو سبته نايم هيشتغل بس على مزاجه، لكن لو عرفت تكلمه بطريقته هتخليه يشتغل عندك وينجز لك حاجات وتبقى انت اللي نايم. يعني العقل الباطن مش عنيد بس غشيم، بيتعلم من اي حاجه بتتكرر قدامه من غير ما يسال الحاجه دي صح ولا غلط. طب ازاي نعرف نكلمه بقى ونعلمه اللي احنا عايزينه؟ القاعده الاولى التكرار. بص يا معلم، في الاربعينات كان في عالم اسمه دونالد هيب. الراجل ده قال جمله مشهوره جدا: كل ما الخلايا تشتغل سوا كل ما يبقى عندها خط سريع بينها. يعني ايه الكلام ده يا تيتو؟ هوضحها لك. تخيل معايا ان جوه دماغك عباره عن شوارع وطرق، كل مره تعمل نفس الحاجه بتعدي من نفس الشارع. اول مره ممكن الطريق يبقى كله تراب ومتلخبط، بس مع التكرار مره الطريق يتسفلت، المره التانيه يتظبط اكتر، مره يتوسع وتركب له الانوار بتاعته، لحد بالظبط ما يبقى عامل زي الدائري يوم الجمعه الصبح. فمثلا لو كل يوم بتعمل حاجه سيئه او بتاجل، دماغك بتشوف ان العاده دي هو الطريق الدائري بتاعها، دي اسرع حاجه تقدر تعملها. ولو كل يوم بتاخد خطوه لقدام حتى لو خطوه صغيره، دماغك بتعمل دائري تاني وبتبتدي انها تنظف وتسفلت فيه وبتاع وتسميه التقدم. يعني باختصار، دماغك مش بتسجل النوايا، دماغك بتسجل التكرار. طيب السؤال الكلاسيكي بقى، التكرار ده محتاج قد ايه عشان يثبت؟ الناس في التنميه البشريه دايما بيقولوا اي عاده عشان تتثبت بتقعد 21 يوم. وانا بقول لك يا عم الكلام ده مش صح، دي عباره عن امنيه بس. في 2009 جامعه لندن عملت دراسه ظريفه جدا، جابوا مجموعه من الناس وخلوهم يغيروا عادات صغيره جدا، حاجات على قدها كده: يشربوا كوبايه ميه كل يوم، يتمشوا شويه، وقعدوا يتابعوهم لحد ما لقوا ان المتوسط مش 21 يوم زي ما بيتقال، المتوسط بيبقى 66 يوم تقريبا. تقعد شهرين ونص تدي دماغك نفس الاشاره لحد ما المخ يقول خلاص بقى ده الوضع الطبيعي، هنعمله بعد كده اوتوماتيك. يعني باختصار، العاده الجديده مش سبرنت، هو بيبقى ماراثون. تاني قاعدة الصور. اللاواعي يا جماعة مش بيقرا الكلام ولا بيحلل معادلات، اللاواعي بيفهم صور وخيال. يعني لو كل يوم قبل ما تنام قعدت تتخيل انك خسران او انك في كارثة، دماغك هتتعامل مع الخيال ده على انه حاجة حقيقية وتبدأ تجهزك على نفس المود ده. في علماء نفس عملوا تجارب غريبة جدا على موضوع التخيل ده. مثلا جابوا ناس بيتعلموا بيانو وقسموهم مجموعتين، مجموعة واحدة اتعلمت فعلا ومجموعة تانية قعدت بس تتخيل ان هي بتعزف وبتتعلم. نتيجة التجربة دي، المخ وهو جهاز معقد جدا ما فرقش كتير بين اللي كان بيتعلم فعلا وبين اللي بيتخيل انه بيتعلم. نفس المسارات العصبية تقريبا بالظبط اللي ظهرت هنا هي اللي ظهرت هنا. ونفس التجارب ديت بتحصل مع الرياضيين، مجرد ما يتخيلوا نفسهم بيجروا او بينطوا المخ بيتصرف كأنها تجربة حقيقية. والخلاصة، لما بتتخيل صورة واضحة وتحس بيها، انت كأنك بالظبط بتدي عقلك الباطن خريطة بتخليه يقول تمام انا كده عرفت الطريق. القاعدة الثالثة الكتابة. في دراسة مشهورة جدا في جامعة تكساس عملوها على ناس متعودة تكتب عن مخاوفهم أو أهدافهم على ورق، لقوا إن اللي بيحصل إن التوتر عندهم نزل بشكل ملحوظ وقدراتهم إن هم يحققوا أهدافهم ارتفعت جدا. ليه بقى؟ لأن مجرد ما الفكرة بتتنقل من دماغك على ورق، الموضوع هنا بيتغير تماما. انت كده طلعت الفكره من زحمه السيرك اللي في دماغك وحطيتها قدامك على حاجه ملموسه، واللاواعي بيبتدي يتعامل معاها كانها واقع ابتدى يتكون، مش مجرد امنيه. كانك بتدي دماغك عقد مكتوب بدل ما تديها كلام شفوي. واللاواعي زي اي موظف حكومي، اول ما يشوف الورق مختوم يبتدي ينفذ. وخليك فاكر انها مش فارقه معاه انت كاتب ايه بالظبط، سواء كاتب في الورقه ديت ان انت عايز تفتح شركه بمليون دولار، او كاتب في الورقه ديت انك عايز تروح السوق تجيب حبه خضار، المهم انها حاجه مكتوبه وخلاص. الخلاصه ان العقل الباطن مش محتاج خطب ومحاضرات، هو محتاج عادة بتتكرر وصورة واضحة وكلمة مكتوبة. لو جمعت الثلاث حاجات دول هيشتغل لصالحك، لأن العقل الباطن ده مش سحر ولا خرافة، ده مكنة شغالة 24 ساعة. لو خلصت الفيديو ده وقلت تمام دي حلقة حلوة وفكرة جميلة وقعدت تسقف لي وما عملتش ولا خطوة، يبقى انت اخترت بنفسك تفضل واقف مكانك. عقلك الباطن كده كده هيكمل يشتغل بس على البرنامج القديم اللي بقاله سنين بيديك نفس النتائج اللي انت زهقت منها. الموضوع مش مجرد تنمية بشرية ولا شد حيلك يا بطل، ده علم اتقاس وتجرب. فالاختيار عندك انت، لا اما تسيب عقلك الباطن يشتغل على الاوتو بايلوت على اي طريق بقى، لا اما تمسك انت الدركسيون وتبرمجه على الطريق اللي انت عايزه. قبل ما اختم عايز اسالك سؤال: لو هتكتب هدف واحد دلوقتي هيكون ايه هو؟ اكتبه لي في الكومنت، ومش شرط يكون موضوع تعبير، كلمه واحده تكفي تبقى هي دي بدايه الطريق. وبالمره اعمل لايك وشير عشان عقل الباطن يعرف انك انبسطت. انا تيتو ودي كانت رحله وعي.